هل عم تحس إنه في شي غلط بحياتك وعم تحس دائما بالإرهاق والتوتر وغير هيك إنه كل شي بحياتك عم تعقد؟ يا هل ترى الغلط فيك ولا بالحياة؟ خليك معي 60 ثانية بس وراح جاوبك على سؤالك. مرحبا من جديد، معكم مرضي المعرف. شغلتك اليوم أعطيك معلومة ببساطة. صدقني يا أخي، المشكلة مو بالحياة، المشكلة فيك أنت. اليوم أنت لما عم تنسى أهم موعد بحياتك، موعدك مع الله. الصلاة اللي هي موعدك مع الله. الصلاة مو واجب بس، هي عمود الدين. تخيل أن أول شيء راح يسأل عنه الإنسان يوم القيامة هو الصلاة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني ببساطة حياتك في الدنيا والآخرة بتتأثر فيها. بتقول ما عندي وقت، الصلاة ما بتاخد منك أكتر من 5 دقايق باليوم، 5 مرات باليوم، أقل من وقت القعدة على السوشيال ميديا. بس الفرق إنه هاي بتفتح لك بركة بحياتك وراحة من النصف. خليني أحكي لك مثال بسيط. في شخص كان غارق بالمشاكل، كل ما حاول يضبط أموره بتخرب. قرر يرجع يصلي بانتظام، قال خليني أجرب. وبعد فترة صار يحس براحة غريبة وهمه خف، وبلش كل شي بحياته يمشي بطريقة أسهل. مو سحر، هاي ببساطة بركة الصلاة. الله قال بالقرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني مو بس عبادة، كمان درع بتحميك من الغلط. فكر فيها، يمكن كل شي عم تدور عليه من طمأنينة وراحة موجود بس بسجدة وحدة. صلي وتقرب إلى الله، ورب العالمين راح يقربك له أكثر. ولو هالفيديو حسيته لامس قلبك، أعطيني لايك واشتراك ليظهر فيديو لغيرك وتستفاد. ولهون بكون أعطيتك معلومة ببساطة. السلام عليكم.